لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. أبشع جريمة يعملها الإنسان المسلم في يوم عيد الأضحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جريمة كبيرة جدا بيعملوها كتير جدا من الناس اللي ربنا مديهم وبيقدروا ان هم يضحوا، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نضحي ونوزع للفقراء والمساكين والمحتاجين واللي مش قادرين يجيبوا اللحمة او اللي هم عيشتهم على قدهم مثلا. تخيل لما يكون ليك جيران او اصحاب او قرايب وانت قاعد طول السنه مستني ان انت تاكل لحمه العيد وفرحان بعيد الاضحى، وتتفاجئ لما تقول له واحد صاحبك او جارك اللي هو في الايام العاديه بيحسسك ان هو حبيبك، ولما يكون محتاج منك حاجه بينادي عليك او يجري عليك بسرعه، وبعد ما يعمل الحاجه ديت يشكرك ويقول لك كتر خيرك. ولما تيجي انت في يوم زي يوم الاضحى او يوم العيد وبتقول له ايه، هو احنا هناكل لحمه في العيد السنه دي ولا ايه؟ فهو يجي باصص لك كده ويقول لك ان شاء الله، ويجي ماشي من وراك ويقول ده باين عليه شحات، ده انا كنت فاكره حاجه، كنت عامله حاجه كبيره. طبعا هنا هترد عليه انت وتقول له انت اكبر شحات. ان كان معاك ملايين الفلوس، ان كنت بتذبح جمال وعجول، فانت اكبر شحات وانا اصغر شحات. كلنا بنشحت، كلنا بنيجي في الصلاة واحنا ساجدين لرب العالمين وبندعي له ونقول له يا رب ارزقنا، يا رب افتح لنا ابواب رزقك، اللهم يا رب ارزقنا واغنينا، وهعز بالفلوس اللي انت اغنتني بيها دي، هعز بيها نفسي واهلي واصحابي وجيراني وكل المحتاجين يا رب العالمين. كله بيدعي ويقول كده، ولما ربنا يديه يقول لك ده الشخص ده شحات. امال انت كنت بتعمل ايه؟ كلنا شحاتين، كلنا بنشحت من ربنا سبحانه وتعالى الرحمه، بنشحت من ربنا سبحانه وتعالى الرزق، كلنا شحاتين. كلمه شحات بتفرق عن كلمه شحات اخر. فدلوقتي جريمه كبيره جدا لما تيجي تذبح ويبقى ربنا فتحها عليك وعندك جارك انت عارف ظروفه ايه، وانت عارف ان هو راجل على قده، وانت عارف ان هو ما ضحاش، وانت عارف ان هو مش هيقدر يضحي عشان خاطر ظروف الماديه او ايا كان، وانت عارف ان هو عنده بيت وعنده اولاد. هو مش محتاج منك حاجه، مش محتاج منك حاجه. لو انت بصيت له بنظره، بس بنظرة الشحاتة أو نظرة إن الشخص ده مش كويس عشان خاطر هياخد منك التضحية بتاعة العيد، فهو مش محتاج منك أي حاجة. والله الغني عن اللحمة بتاعتك. مقصود الكلام يا جماعة، كلنا شحاتين، بنشحت من ربنا سبحانه وتعالى، بنشحت منه الرحمة وبنشحت منه المغفرة، بندعيه ان هو يوسع علينا ويرزقنا بالمال الكثير، المال الكتير، عشان خاطر ان انت تساعد نفسك وتساعد اولادك وتساعد اهلك وتساعد اصحابك، وتيجي في يوم زي يوم الاضحى تروح تشتري اضحية كبيرة على قد ما تقدر بالمال اللي معاك وتوزع لجيرانك لاصحابك. لو انت مش عارف اسأل، لو انت مش عارف توزع اللحمة دي لمين اسأل. انت يا فلان هتذبح السنه دي؟ لا والله ده انا راجل على قد حالي. يبقى خلاص استناني في العيد، يبقى انت كده عملت اللي عليك. ولكن هو لو ذابح اكيد هيقول لك انا ذابح كتر خيرك وربنا يرزقك ويغنيك، ده اللي هيتقال. لكن لما واحد يشوف الشخص في الشارع ويبص له بصه احتقار عشان طلب منه وقال له احنا مش هناكل لحمه في العيد ده ولا ايه، بهزار وبضحك، وهو عارف ان هو بيهزر معاه وبيضحك معاه، والشخص التاني اللي هو المؤمن بتاع ربنا اللي هو عايز يضحي عشان يخرج حاجات لوجه الله سبحانه وتعالى، يقول انا مش هدي الشخص دوت عشان هو طلب مني، انا راجل باشا، انا راجل بيه، انا اللي ادي على مزاجي، انا اللي ادي، هو ما يقوليش. فطبعا
دي جريمه كبيره جدا. طالما انت عامل حاجه لله سبحانه وتعالى، لو انت عديت على محل ولقيت صاحب المحل ده قاعد، جايز ان هو يكون قاعد ولكن الرزق بتاعه قليل ومش هيقدر ان هو يضحي او يشتري لحمه العيد، فطبعا واجب عليك ان انت تودي له لحمه العيد. لو انت عديت في الشارع ولقيت واحد راكب عربيه ملاكي وانت عامل وجبات ورايح توزعها لله، جايز يكون الراجل دوت اللي راكب الملاكي دوت شغال عليها من الصبح وهيفضل شغال عليها لغايه بالليل، والوجبه اللي انت هتديها له ديت هي فعلا هو قاعد مستنيها، وانت كده كده بتطلعها لوجه الله. مش لازم ان انت تنقي وتختار الناس. ولو نادى عليك واحد وهو راكب في العربيه بتاعته الفخمه وقال لك تعالى يا فلان، فهو بيبص لك وبيقول سبحان الله العلي العظيم، يعني انا قاعد جعان ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعت الراجل دوت عشان خاطر اخد منه الوجبه ديت وابل بيها ريقي وادعي له دعوه حلوه ليه ولامواتنا واموات المسلمين. ولكن انت بصيت له بصه وبصيت له بالعربيه اللي هو راكبها وبصيت لشكله وقلت ايه ورحت عامل له كده ورحت ماشي، يبقى انت كده عملت عمل كبير، عمل يغضب ربنا سبحانه وتعالى. احرجته هو، اول حاجه اتحرج، تاني حاجه ان هو حس ان هو حاجه يعني عشان طلب الطلب دوت حسسته ان هو غلط غلطه كبيره جدا، مع ان هو ما غلطش ولا حاجه. هو الراجل كل اللي قال لك تعالى كل سنه وانت طيب، هات وجبه من اللي معاك، صايم وهيفطر بيها، وانت كده كده هتستجاب او هتاخد اجر صيامه وهتاخد اجر فطاره. خلي بالك اوعى تقع في المشكله ديت. كل سنه وحضراتكم طيبين، وما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ربنا اداكم ووسعها عليكم، بصوا اول حاجه على الجيران وعلى الاصحاب واسالوا مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج، مين اللي بيذبح ومين اللي ما بيذبحش، قبل ما توزع فلوسك وقبل ما توزع اللحوم اللي انت هتطلعها تضحيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. اسال السؤال مش حرام ولا السؤال عيب، واوعى تخلي نفسك الاماره ولا الشيطان يقول لك بص دوت بصه وحشه او اتكلم عن فلان دوت كلمه وحشه، ان كنت قريب، ان كنت صاحب، ان كنت جار، ان كنت صاحب عمل. اوعى، لان انت لو عملت حاجه زي ديت هتبقى انت ضيعت كل الاجر وكل التعب اللي انت كنت تعبان فيه عشان خاطر تعمل عمل الخير دوت. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. وما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كلامي فيه حاجه خطأ او غلط اعذروني، وان كان عجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وتصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا بنقول الحمد لله، وكلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى وبنقول يا رب ارزقنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اعف عنا، يا رب تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا، يا رب بارك في اولادنا واجعلهم ذريه صالحه، يا رب اهدي زوجاتنا، يا رب اهدينا الى صراطك المستقيم، يا رب ما تحوجناش لحد غيرك يا ارحم الراحمين. وكلنا بندعي وبنرفع ايدينا لوجه ربنا الكريم وبنطلب منه العفو وبنطلب منه الرزق وبنطلب منه كل شيء. كان معكم اخوكم هاني الشريف اتش من صفحات هاني الشريف اتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.